برضه في حته تانية، في ناس بتدفع فلوس بس عن عدم درايه، عن عدم تكلفه للحاجه دي كلها، ويبقى دافع فلوس كتيره جدا برضه ويقع في نفس الفخ. فهي الفكره يعني بالانس او ما بين الاثنين، الحاجتين اللي يبقى هم فيهم نفس المشكله. طب عشان نفادي المشكله دي من احدى المشاريع عندنا، ومن احدى الحاجات اللي احنا اشتغلنا بيها، جينا فكينا الجبسون بورد كله بكل المراحل، بكل اللي كان موجود في الشقه. يعني هو لو كان قاسي يخربها او يعمل لوحه تعبيريه مش هيعرف يعمل حاجه كده، ولا فني تشكيلي ولا الكلام ده كله. زي ما انتم شايفين كده، ده كل ده الجبسون بورد اللي وقع، الريسبشن ده كل ده دي خامات واقعه في الارض. تعالوا نبص مع بعض كده ايه، نشوف بقيه المراحل. ده الريسبشن كان موجود بدليل ان كان عندي حبه حاجات اهي، كل دي مكان المسامير والصاج والجبسون بورد اللي كان راكب، نتيجه فيها وقعت لان عدم الالتزام بالوزنه، عدم الالتزام بطريقه الالتزام بالحمايه بتاعت السقف، عدم الالتزام بكل عناصر التركيب واسس الصناعه، ما كانش